عام 2019 لم يكن بداية من فراغ للجزائر، لقد كان تتويجاً لسنوات من السخط المتراكم. المشهد السياسي بدأ وكأنه متجمد في الزمن، بقايا حقبة ماضية. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الشخصية التي كانت ذات يوم مرادفة لإنهاء الحرب الأهلية الوحشية في التسعينيات، أصبح حضوراً شبحياً نادراً ما كان يرى في الأماكن العامة بعد إصابته بجلطة دماغية منهكة في عام 2013. حكمه كان يدار بواسطة شبكة غامضة من النخب السياسية التجارية، والتي غالباً ما يشار إليها بالسلطة. هذا النظام الغامض أوجد شعوراً عميقاً بالاغتراب بين السكان، خاصة الشباب الذين لم يروا مستقبلاً لأنفسهم في بلد غني بالموارد ولكنه يعاني من الفساد والركود. كان الجو مليئاً بالإحباط غير المعلن، عد تنازلي صامت لانفجار حتمي. لا عقود، كان الجيش الجزائري المعروف بالجيش الوطني الشعبي أكثر من مجرد قوة دفاع، كان هو الحكم النهائي للسلطة، صانع الملوك الصامت في لعبة الشطرنج السياسية للبلاد. كان نفوذه منسوجاً بعمق في نسيج الدولة، وهو تقليد يعود إلى حرب الاستقلال. كان ينظر إلى الجيش على أنه حامي سيادة الأمة. في هذا المشهد المتقلب ظهرت شخصية ستسيطر على الساحة، الفريق أحمد قايد صالح. لم يكن وجهاً جديداً، بل على العكس تماماً. قايد صالح كان من قدام محاربي حرب الاستقلال، رجل كانت حياته كلها للجيش، ترقى في الرتب على مدى عقود، دليل على ولائه وفهمه العميق للمؤسسة العسكرية. بحلول عام 2019 كان رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، منصب ذو قوة هائلة. لسنوات كان أحد أشد حلفاء بوتفليقة، ركيزة تدعم حكمه الممتد. ظهوراته العامة مليئة بالثناء على الرئيس، شخصية عسكرية كلاسيكية، صارم، لا يبتسم، يتحدث بلغة عربية فصحى رسمية. نتاج الحرس القديم تشكل بالانضباط، التسلسل الهرمي، مع تزايد الاحتجاجات كل يوم جمعة متدفقة كبحر بشري يغمر المدن الجزائرية الكبرى. بدأ موقف قايد صالح يتطور، خطاباته كانت تلقى بدقة عسكرية وتبث على التلفزيون الحكومي، فأصبحت أحداثاً وطنية. بدأ بتأطير الجيش كضامن للاستقرار الوطني، قوة تقف بين الشعب الفوضى، تبنى شعاراً جديداً، جيش شعب خاوة خاوة، وشرحها الجيش والشعب إخوة، والسرعان ما تبناها المتظاهرون. كان هذا ضربة معلم في التواصل السياسي. حاول موائمة المؤسسة العسكرية مع إرادة الشارع، خلق سردية الجيش حامي الشعب، ليس الحرس الرئاسي الخاص. جاءت نقطة التحول في أواخر مارس 2019 بعد أسابيع من تصاعد الاحتجاجات ومناورات وراء الكواليس. اتخذ قايد صالح خطوته الأكثر حسماً. في خطاب متلفز من قاعدة عسكرية في ورقلة، دعا علناً إلى تطبيق المادة 131 من الدستور. هذه المادة توفر آلية قانونية لإقالة رئيس يعتبر غير لائق للحكم بسبب مرض خطير ومستمر. كانت بصراحة قنبلة سياسية. باستدعاء الدستور كان قايد صالح يوفر مسارا شرعياً وغير عنيف لإقالة بوتفليقة. كان يغلف قراراً عسكرياً بلغة القانون الدستوري، مما يمنح تدخل الجيش مظهراً من الشرعية كان سيفتقر إليه الانقلاب الكلاسيكي. أحدث هذا الإعلان صدمة في المؤسسة السياسية، كان تحدياً مباشراً وعلنياً للرئيس ودائرته المقربة. الرجل نفسه الذي ضمن سلطة بوتفليقة لأكثر من عقد كان الآن يدبر إقالته. الدعوة إلى المادة 131 لم تكن مجرد اقتراح، بل كانت أمراً من أقوى مؤسس في البلاد. أشارت لجميع اللاعبين الآخرين، البرلمان وبقية الموالين للنظام. عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل فوراً. انتهت الحقبة التي حددت الجزائر لمدة 20 عاماً نهاية غير لائقة. انفجرت الشوارع بالاحتفالات، تدفق هائل من الفرح والارتياح. للحظة بدأ وكأن الشعب بمساعدة الجيش قد حقق انتصاراً تاريخياً. لقد نجحت مناورة قايد صالح، لقد تمكن من تدبير رحيل الرئيس دون إطلاق رصاصة واحدة، متجنباً مواجهة كارثية باستخدام الدستور كسلاحه.
حافظ على واجهة عملية قانونية ومنع الدولة من الانهيار في الفوضى. خرج من هذه الحلقة كحاكم فعلي للبلاد، الرجل الذي استجاب لنداء الشعب وأقال زعيما مكروها. ومع ذلك كانت الاحتفالات قصيرة الأجل. سقوط بوتفليقة لم يكن نهاية القصة. الهتاف يتنحى وقاع، صار صرخة الحراك، طرح خارطة طريقي، انتخابات رئاسية سريعة. الحراك رفضها. أطلق حملة مكافحة الفساد. توفي أحمد قايد صالح فجأة بنوبة قلبية في ديسمبر 2012 بعد أيام من الانتخابات التي أصر عليها. وفاته أنهت فصلا محوريا إرثه محل جدل. بالنسبة للبعض أنقذ الجزائر من حرب أهلية. استمع إلى الشعب، قاد البلاد في أخطر أزمة منذ التسعينيات. بالنسبة للآخرين مهندس انقلاب دستوري اختطف الثورة لحفظ الدولة العميقة مجرد استبدال وجه بآخر. ما لا ينكر دوره المركزي لبضعة أشهر حاسمة. أمسك بمصير الجزائر وقراراته ما تزال تشكل مسارها بعد وفاته. بين من يراه منقذا ومن يتهمه بتكريس النظام، تبقى الحقيقة موزعة بين الشارع والمؤسسات. حراك 2019 أعاد تعريف العلاقة بين الجيش والشعب ورسم حدود القوة والشرعية. والسؤال المفتوح: كيف تصنع دولة عادلة من داخل مؤسسات رسختها عقود؟ الزمن وحده سيحكم على الدور الحقيقي لقايد صالح في مسار الجزائر.